إلى ولاية داخلة وذيبو، حيث أطلقت السلطات الإدارية في مقاطعة الشام حملة للتعبئة والتحسيس بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن استخدام بعض المواد السامة وخاصة مادة الزئبق. تشارك في هذه الحملة الطواقم الصحية والبيئية في المقاطعة. مع التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الشام وزيادة نشاط التنقيب الأهلي داخلها، السلطات الإدارية في المقاطعة تطلق حملة للتعبئة والتحسيس بالمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية في مجال التعدين الأهلي وشبه الصناعي. استهلت البعثة المسيرة من قبل السلطات الإدارية باجتماع حضره بعض الناشطين في مجال الصناعة التقليدية، حيث كان فرصة قدم خلالها القائمون على الشأن الصحي والبيئي في المدينة شروحا مفصلة عن خطورة هذه المسلكيات على الفرد والمجتمع. وفي مركز التعدين بالمقاطعة التقت البعثة بالعاملين في مجال التنقيب وبعض ممتهني معالجة الذهب. أوضحت خلال اللقاء خطورة هذه المواد السامة خاصة في الأماكن المأهولة بالسكان، مقدمة الإجراءات التي يلزم اتباعها للسلامة. اليوم في إطار حملة التحسيس اليوم مع ممثل البيئة هنا على مستوى المقاطعة، بالنسبة للجماعة اللي هون اللي تعمل المادة اللي قال الزئبق في التصفية، كنا نذكرهم بخطورة استعمال هاي المادة وشرحنا لهم مخاطرها وانواع التسمم بها وشرحنا لهم مثلا خطورتها، وخاصة عن طريق الاستنشاق اللي هو وقت حرق المادة اللي هي اللي قال الامالغاماسيون عنها قد وقت الاستنشاق لكن قد يؤدي لانتوكسيكاسيون ايجي وكرونيك، معناها تسمم حاد ولا تسمم مزمن بهاي الماده. شرحنا لهم اللي قضيه الوسائل الحمايه اللي قضيه الباس واللي ماسك وذيك الامور اللي تقدر تعاون في الوقايه. خطوه لقيت تثمينا واشاده من طرف المستفيدين منها، مؤكدين استجابتهم لكل الارشادات. ومشرف بهاي البعثه اللي جاتنا من شورى المقاطعه من عند الحاكم، واحنا اللي قالنا الصناع التقليديين مستجابين لطلبات الدوله كامله اللي طالبه واللي تدور وملبينها كامله، ولا عندنا خطوره به اللي هذه الناس اللي في المقاطعه ما تعمل شيء يضر بالبيئه، به اللي تعمل الزئبق هذا الابيض العادي ودير له وسائله كامله الكمامه والقاه وتشتغل به لا يجيها حشرات تقلع منها مسامير وتقلعهم على مهراس وتذوبهم وتعطيهم الملاهم يمشي يستفاد منهم. وفي توصياتها أكدت السلطات الإدارية في المقاطعة ضرورة الإسهام الجدي والفعال في هذه الحملة التحسيسية سبيلا إلى بيئة صحية سليمة. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مقاطعة الشام.